مدرج بالقائمة السوداء عند الشعوب شمال وشرق سوريا، يعرف بالسرقة والنهب والاعتداء على النساء، وعليه عقوبات أمريكية، ولكن في النهاية أصبح عميدا للفرقة 25 في حماة. من هو محمد جاسم أبو عمشة؟ محمد الجاسم أبو عمشة من مواليد 87 قرية جوصة بريف حماة، وبدعم من الاستخبارات التركية شكل أبو عمشة لواء السلطان سليمان شاه المعروف أيضا باسم العمشات. برز اسمه ب 2018 كقيادي بصفوف مرتزقة الاحتلال التركي ومشاركا في احتلال مدينة عفرين، وعلى يده هجر آلاف الكرد من عفرين. أسراء يوسف خليل امرأة كانت حامل اغتصبها أبو عمشة. مشان الله يا معلم بنت صغيرة وأنا ما مستعدة تموت قدامي، شو قدام؟ ما لقيت غير واحد شقة ثيابي علي، وصارت معي حالة اغتصاب. المهم صار ينقر على الباب، قمت هي طلعت لعنده قلت له خلص حاج دق الباب عشان ما يقعدون العجان، قام دفشني على الغرفة. هاتان الامرأتان كانتا ضحية أبو عمشة وشقيقه سيف جاسم، فبعد إرسال أزواجهن إلى ليبيا من قبل أبو عمشة اغتصبهن أبو عمشة. وبعد نشر تلك الفيديوهات والمشاهد التي توثق جريمة الاغتصاب اختفت كلتيهما. الامرأتان مثالان، ولكن هناك العشرات من النساء كان لهن نفس المصير. في شهر آب عام 2023 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا قالت فيه أن مرتزقة سليمان شاه ومتزعمها أبو عمشة ارتكبوا العديد من الجرائم في عفرين وأدرجوهم بالقوائم السوداء وأصدر عقوبات بحقهم. وبحسب التقرير فقد استولى هؤلاء المرتزقة على ممتلكات الكرد في عفرين وهجروهم من منازلهم واعتدوا على النساء. علاوة على ذلك قالت لجنة التحقيق المستقلة في سوريا عام 2020 أن أبو عمشة قام بترحيل العفرينيين واستبدالهم بالمستوطنين من أهل المرتزقة، وكانوا يختطفون الإيزيديين ويفرضون عليهم الديانة الإسلامية. ويظهر التقرير أن أبو عمشة يقوم بتهريب النساء والأسلحة والحشيش. ويشير التقرير أيضا أن أبو عمشة افتتح شركة تدعى سفير أوتو ومطعما في مدينتي هطاي والريحانية بأموال التهريب والسرقة، ويمتلك شركة بناء وصرافة ومقهى اسمه أردوغان في عفرين. كما يكشف التقرير أن أبو عمشة يتقاضى 30 مليون دولار سنويا. العلاقة بين أبو عمشة والدولة التركية. مؤخرا نشرت بعض الصور وشهد فيها رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي ورئيس المافيا التركية علاء الدين تشاغيجي وأبو عمشة وسيف أبو بكر. ومن جانب آخر حصل أبو عمشة الذي لم يدرس حتى الصف السادس على شهادة الحقوق برعاية تركيا. لذلك وبقرار من تركيا أرسل المئات من المرتزقة إلى ليبيا وقرباغ وقاتلوا هناك. ومع كل هذه الأحداث والوثائق ومن أجل أن يكون له مكانة بمستقبل سوريا أدلى أبو عمشة بيانا في مؤتمر ما يسمى بالنصر بدمشق، وبقرار من أبو محمد الجولاني أصبح عميدا للفرقة 25 في حماة. فهل سيحدد هذا الشخص مستقبل الشعب السوري؟ أن مكننا من تحرير شعبنا من مبادئ هذا النظام المسلم، والله عز وجل